مساء الفل عليكم، اهلا بيكم يوم جديد من بودكاست القلعه الحمراء. ضيفنا النهارده هو عنوان للشياكه، وهو لعيب وهو مسؤول وهو مدرب. ضيفنا النهارده هو من اوائل الناس ان لم يكن اولهم، اللي خلى الناس كلها والعالم يقولوا ان في لعيب مصري ممكن ينجح في تجربه الاحتراف. من غير مقدمات كتير ولا كلام كتير، معانا كابتن هاني رمزي. مساء الفل وكل سنه وانت طيب. مساء الفل يا كابتن سيد، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم ويعني متألق دايما يا ابو السيد. حبيبي يا كابتن حبيبي، هاني. مبسوط اني شفتك وكنت وحشني جدا الحقيقه. احنا هنتكلم كتير بقى، ما هنتكلم كتير افتح بقى. براحتك. طيب، افتتاحياتنا دايما هنا في بودكاست القلعه الحمراء، وخصوصا واحنا قدام استاد بنحلم بيه كلنا، بنتمناه كلنا، بننتظره كلنا. جات لنا فكره تخليد الاسامي وعاشه الاسامي ودرع تخليد الاسماء في جدران استاد النادي الاهلي. شايف الفكره ازاي؟ وبعدين تقول لي لو هتختار حد قريب من هاني رمزي قوي او مؤثر في حياه هاني رمزي قوي يخلد اسمه على جدران استاد الاهلي. طبعا بقول مبروك، مش مبروك للنادي الاهلي الحقيقه، مبروك لمصر كلها. يعني مشروع عملاق، ويعني بزياده للبنيه التحتيه للرياضه المصريه بشكل كبير. والحقيقه زي ما انت بتقول يا سيد، حلم من احلام الجماهير واللعيبه، واحنا كنا موجودين ان احنا يكون لينا ملعبنا الاستاد بتاعنا. ده شيء احنا بنفخر بيه جدا جدا، وان شاء الله يعني في اقل من 4 سنين ان شاء الله يكون مباراه افتتاحيه عظيمه تليق باسم النادي الاهلي. الحقيقه تخليد الاسماء طبعا فكره رائعه الحقيقه، على المستوى التسويقي الماركتينج، وكمان على المستوى الارتباط. مهم جدا ان جماهير النادي الاهلي تحس انها مرتبطه بالاستاد، بتبني مع النادي حاجه الكل كان بيحلم بيها. الجماهير قبل مجالس الاداره اللي الحقيقه اشتغلت سنين طويله جدا 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 في هذا المشروع الكبير والحلم الكبير. وبالتالي انك الفكره انك بتحاول بقدر الامكان ان يكون في مشاركه حقيقيه، ان الجماهير المصريه والجماهير الاهلاويه بصفه خاصه طبعا انه يحس انه رايح بيته فعلا، رايح مكان هو عمل فيه حاجه ليه اسم لحد عزيز عليه. فالحقيقه فكره رائعه جدا على المستوى الاستثماري، على مستوى مشاركه الجماهير. أنا بالبطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. كانت أحلام وحققناها، ظهر بعض سنين عشناها، والدم أحمر في قلبي، انتصارات ما أقدرش أنساها. الحب اللي جوانا والعيلة اللي مجمعانا، والبيت اللي مش حيطانه بس أحلامنا عاشها معانا. غنوا غنوا هالي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. غنوا غنوا هالي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. كلكم عارفين من أهلي وعاشت الأسامي، كلكم عارفين. اسمك محفور على جدران استاد الاهلي، في استاد الاهلي عاشت الاسامي. طيب، لو هتختار شخصيه او بص، انا اختار شخصيه والدي يعني، لان الحقيقه والدي الله يرحمه كان هو السبب الرئيسي في ان انا يعني لعبت كوره الحقيقه. انا كنت بلعب كوره في الشارع، وانا من عابدين اصلا، واكيد هنتكلم على ده. فانا الحقيقه ما كانش في دماغي خالص ان انا العب في نادي. انا طبعا كلنا عيله اهلاويه، فوالدي خاف عليا شويه من موضوع الشارع، لان كنا بنلعب في امان. يعني كنا بنلعب مثلا في وزاره الداخليه، يجي البوكس عايز يمسكنا بتاع، فبنجري فتعالى بقى طلعنا وبتاع. فهو خاف عليا من الجزئيه ديت، وقال لي لا، نروح اختبارات النادي الاهلي، جرب حظك وبتاع. فرحت الحقيقه، وكان يمكن يعني كانت بدايه مختلفه خالص، او يعني بدايه لحاجه انا ما كنتش الحقيقه بحلم بيها، لان ما كنتش بحلم ان انا ابقى لعيب كوره. انا بلعب كوره زي اي حد صغير، لكن والدي طبعا وكان سبورت ليا جدا جدا في مشواري، فاكيد والدي هيكون هو الاسم اللي بختاره يعني. ربنا يرحمه. طب البدايه في الاهلي تحت كام؟ انا رحت النادي الاهلي في مدرسه الكوره، يعني كان عندي 8 سنين 9 سنين. كان الكابتن طبعا يعني رحت الاختبارات العاديه. 81 مثلا 82 حاجه كده، 82 81 رحت الاختبارات العاديه جدا جدا يعني. فرحت وتم قبولي بعد 3 شهور. يعني قعدت يعني تصفيه كبيره جدا جدا، تبقى اعداد مهوله، وانا كنت صغير. فكل اختبار تعالى الاسبوع الجاي، تعالى الاسبوع الجاي، لغايه الحقيقه ما يعني قالوا لي خلاص تعالى وهات والدك معاك وهات شهاده الميلاد. فده كان بالنسبه لي خطوه. يعني انا لما بفتكرها دلوقتي الحقيقه
يعني عارف لما يكون احساس لسه جواك موجود يعني فاحساس كان انت عارف يا كابتن هاني، انت وانت بتتكلم كده انا قريب من قصتك شويه. يعني انا برضو انا جيت بس 89 كل يوم في اختبار، كل يوم في اختبار. والوصل الصغير اللي بتاخده ده الابيض يا ترى هيبقى صح ولا غلط، هيتقطع ولا أيوة هيبقى مش عارف مظبوط. ايه. وبعدين بعد شهرين ربك جاب القبول. هنا بقى النقطه اللي ممكن ناخد منها سؤال وبعدين نرجع لكلام مع أوكي. حضرتك. يعني في ناس من اول طله او من اول الاختبار تمام، الناس اللي بتبقى موجوده عينهم بتبقى عليهم، ما بياخدش 5 دقايق الموهبه بتتكلم عن نفسها. وفي ناس تانية بتاخد وقت. انا خدت وقت. يعني انا جيت الاختبارات يوم 13/6 اسف 89. انا اتأيدت في اخر اغسطس 89. يعني قعدت حوالي شهرين ونص. شهرين ونص. انا كمان خدت وقت على فكره. يعني هو دايما هتحس، وخلي بالك نماذج الاختبارات بالنسبه للقطاعات الناشئين والولاد الصغيرين اتغيرت بنسبه 180 درجه. دلوقتي بقى في اختبارات بشكل معين بستيشن معين. احنا كنت عارف احنا بنلعب تقسيمه صغيره وبعد كل تقسيمه يعني انت هتمشي انت هتقعد. فانا كمان خدت وقت. يعني قعدت تقريبا بقول لك 3 شهور لغايه ما يعني مضيت الاستماره. زي ما انت بتقول كان بيبقى في عناصر باينه، العناصر المهاريه. انا برضو ما كنتش مهاري لدرجه ان انا اظهر من اول. لا يا راجل ده انت يعني معلم مش قوي يعني. لا يعني الفكره انا رمزي في كاس عالم كمان 90. ايه يا عم ده. فالحمد لله طبعا كابتن مصطفى حسين يعني هو اللي قال لي، وتدرجت بقى. لعبت مدرسه الكوره 2 سنين وبعدين خدت بقى قطاع الناشئين من تحت 15 16 17. بس انا بشوفها درس يا كابتن هاني. يعني انا بشوفها درس في ايه بقى؟ يعني في اوقات في الحياه كده الحاجه لما بتيجي متدرجه بتعرف قيمتها قوي. أكيد. يعني لو أكيد. انت مثلا من اول طله كده رحت متاخد، فانت ممكن يجي لك ايه يا ده انا ما جابتنيش لا بالعكس والله. خلي بالك المعاناه في المشوار هي اللي بتقوي يعني. صح. يعني وخلي بالك في شغل الناس كلها يعني على جميع المستويات. الناس اللي بتبقى مشوارها سهل وممكن تبقى الحظ لعب معاهم شويه انه اشتغل سنه وبعدين بقى في بوزيشن عالي، مش هيحس الحقيقه بنجاحات او جواه نفسه مش هيحس ان هو مش مشوار طويل. والمشوار ده بيتحكي، يعني المشوار ده بيتحكي وبتفاصيله بتبقى موجوده جوه الواحد طول العمر الحقيقه. يعني كل المعاناه الواحد عاشها لكن فيها بعد كده نجاحات وربنا بيعوضك بحاجات كتيره جدا. فدوت ده بيفضل جوه البني ادم ما بيروحش يعني. صحيح. الحاجات السريعه اللي هي هنا وهنا ونجاحات ما بتاخدش وقت وما عندهاش مشوار من المعاناه، اعتقد ده ما بيكونش موجود وما بيعلمش في البني ادم يعني. عشان كده الناس القديمه عندنا وجدودنا والناس اللي ما كانتش تعليمها عالي قوي بس لا ما بيقولوا حكم يقول لك اللي بيجي سهل بيروح سهل. ده حقيقي. يعني ده مختصر الكلام يعني. ده حقيقي. طيب 6-7 سنين لحد ما وصلنا درجه اولى. مظبوط. في حاجه فيهم في 6-7 سنين دول مثلا اثرت في كابتن هاني قوي؟ يعني كان في حاجات كتيره حياه مختلفه، موقف مؤثر، معاناه، حاجات كتيره الحقيقه. حاجات كتيره جدا مرت. عمليه اللي انت في وقت من الاوقات بيبقى عندك معاناه بالنسبه للدراسه ولا الكوره. البيت مقسوم. والدتي يا ابني انت عارف بقى يا ابني الكوره انت هتودي نفسك داهيه ومستقبل. يعني الفكر بتاع اهالينا زمان بالنسبه للكوره كان والدي سبورت ليا، خالي سبورت ليا. الجزء ده يعني عانيت منه شويه في البيت، لكن كان عندي اصرار. بخرج بقى من المدرسه بطلع على النادي على طول. انا كنت من عابدين فكنت على طول دوبك بس بتنط يا دوبك اخد اي حاجه نط فيها لقصر النيل وامشي كوبري واخش على النادي يعني. وتركب الاتوبيس كده زينا كلنا. طبعا. تقول له ده رايح الجيزه وانت ما بقولش انا بهرب اصلا من الكمساري عشان ما ادفعش. وده رايح الجيزه يا ابني ما مكتوب عليه ولايه. خلي بالك من عابدين للقصر هي ومحطتين. فازاي بقى انا استخبى المحطتين دول؟ هدفع كمان المحطتين. فالموضوع مش هتنسالك الكلام ده كابتن يعني. فلا كان يعني الواحد اكيد تعب في المشوار دوت. وفي بقى حاجات بقى تخص الكوره نفسها وتخص المشوار. وانا جيت في الحمد لله كان اسمي بدأ يتعرف في النادي وانا عندي 16 17 سنه. فبدأت بقى الاقي حاجات تانية مختلفة خالص، حاجات جديدة عليا. حد يقول لي لا ما تروحش النادي الاهلي، انت كده مش هتلعب فريق اول.
حد يكلم والدي طب احنا عايزين هاني يروح النادي الاهلي لانه ملوش مستقبل في النادي الاهلي. عايز يروح نادي تاني يعني. يعني انا بقول لك الخطوات اللي مرت في ولد لسه عنده 16 سنه بيخبط في حاجات وهو ماشي، دراسه، تعب، مواصلات، احنا من اسره متوسطه ففي معاناه. فزي ما انت بتقول المشوار الواحد بيتكلم عليه لا صعب، لانه صعب. معلم فينا يعني. بس طلع هاني رمزي بالظبط يعني في الاخر، طلع هاني رمزي كل المعاناه وكل التعب وكل المجهود وكل الشقه وكل التفكير وكل الحسابات وكل حاجه طلعت في الاخر. مظبوط حد مسؤول جامد جدا طلع وهو عنده 20 سنه او اقل شويه في الدرجه الاولى، لعب على ناس كانت لها اسم كبير قوي، لعب في مواجهات صعبه جدا، وبعدين يروح كاس عالم، وبعدين يروح يحترف والشخصيه تبان اكتر واكتر، وبعدين نبدا نشاور العالم ان في حد من المنطقه دي ممكن يتالق بشخصيته وفهمه وثقافته. زي ما انت بتقول المشوار طويل، بس يعني الحمد لله كان في نجاحات. ويمكن زي ما بقول لك دايما الخطوات الصعبه في الاول بتنشفك يعني انك تروح زي ما انت قلت. انا صعدت الفريق الاول عندي 17 سنه، اسماء بقى جباره يعني كان موجود كل الكباتن الكبار بدايه من كابتن ثابت لغايه يعني ما لحقتش كابتن محمود الخطيب بمباراه، لكن كنت بتمرن وبشوفهم. كابتن علاء ميوب، مجدي عبد الغني مع حفظ الالقاب، حسام وابراهيم كانوا موجودين قبليه ب3 سنين. بتتكلم على كابتن محمود صالح الله يرحمه، بتتكلم على ربيع ياسين، بتتكلم على ميهوب، محمد صدقي، بتتكلم على خط الظهر كمان. طبعا اسماء كلها كبيره. انك كابتن اكرامي طبعا انت تطلع عندك 17 سنه وسط هذه الكوكبه، والحمد لله تثبت وجودك وتلعب اساسي. وبعدين كابتن جوهري اختارك بعديها بسنه، انا لعبت 87 88 كابتن جوهري اختارني عشان تصفيات كاس عالم. فكل الموضوع ان هو في فتره الحمد لله فتره صغيره يعني بدا الناس تتكلم ان في عنصر كويس موجود في النادي الاهلي بيلعب في بوزيشن، الحقيقه كمان من البوزيشن اللي ممكن جدا ما تنورش فيه بسرعه. يعني السيرد باك ما تنورش فيه بسرعه، لازم تاخد فتره طويله عشان تقول ده سيرد باك كويس. غير لما يكون واحد مهاجم او سترايكر او وينج ممكن يعني يتشاب اسرع شويه. فكل دي خطوات الحقيقه خدتها والحمد لله ربنا كان موفقني فيها جدا لغايه بقى ما يعني كل ده. على فكره انا كمان مع النادي الاهلي لعبت كل المنتخبات، يعني منتخب 15 16 18 كنت كابتن منتخب في الفترات ديت لغايه الكابتن جوهري يعني في سنه 88 بدات اخش. وكان الحقيقه لما جه انت عارف كان بيبعتوا بقى جوابات بالاسماء، فالاسم مكتوب، فانا طبعا ما صدقتش يعني ما صدقتش ان منتخب منتخب. اوكي. يعني اقول لهم انا يعني بجد انا هروح مع اسماء كبيره، قالوا لي وكده. فالحقيقه انا كنت رايح برضو يعني وخلاص هروح معسكر اسبوع وبتاع والموضوع الموضوع هيخلص. لكن الحقيقه لا، الحقيقه كمان لقيت التوفيق عند ربنا، رحت وعملت شكل كويس قوي سواء في التمارين او كان في بعض المباريات الوديه. فبدا مشوار تاني خالص. يعني شوف بقى نرجع تاني من عابدين يعني الشريط بقى يعني من عابدين لغايه تلعب منتخب مصر. فشريط الواحد بيمر، وبعد كده لسه هنتكلم على تجربه صعبه كمان الاحتراف دوت، هنتكلم على تفاصيله طب محطات بقى في حته الاهلي قبل الانتقال بقى. محطات في حته الاهلي طبعا الحمد لله 2 دوري وكاس، لعبت خدت بطوله الافرو اسيويه مع النادي الاهلي. اللمبه نورت قوي بقى قوي تمام في كاس عالم. مظبوط. كله كوم وفي واحده لحد دلوقتي انا كل ما اقابلك دبل كيك ولا انا مش عارف انا عملتها ازاي اصلا. دي عجيبه غريبه. انت عرفت ازاي انا هقولها لك؟ لان هي مميزه من ناس كتير ما خدتش بالها منها، لكن كتير علقوا عليها بره. صعبه جدا يعني عكس اتجاهك اصلا. يعني انت وشك كده والكره هنا فتاخد قرار زي ده وتطلع بالشكل ده. صحيح. يعني مش سهل خالص الصراحه. هي والرد فعل كان انا لغايه دلوقتي بقول لك يعني هو تركيز كبير جدا في الملعب، وانت عايش المباراه بشكل جيد جدا. فانا فاكر الكوره كويس قوي. يعني انا الكوره كانت تتعمل وقبل ما تتعمل حاسس ان هيبقى فيه اوفر، فانا واقف كده واخد قرار ان انا هرجع خطوتين.
فلما اوفر اتعمل وبعدين اتعمل بقوه، الفكره ان هو مش بالونه كمان، صح، هو فتاخد رايح وقتك بقوه. وتمام. فانا قلت خلاص انا مش هلحق بدماغي، فرحت اعملها بالدبل، يعني دبل كيك كده. فالحمد لله جت، يعني جت في رجليا، يعني لو ما كانتش جت في رجليا كانت رايحه جون يعني. الطبيعي خلي بالك ملهاش علاقه آه. بالامكانيات، الطبيعي انها هي تقلش. اه الطبيعي انها الطبيعي تقلش يعني. يعني. والله لان هي يعني انت بتاخد قرار في توقيت مع سرعه كوره، تمام، مظبوط. مش سهل خالص، مش سهل. فلا كاس عالم طبعا مم. كان عندي 20 سنه وبتلعب مع بتلعب مع افضل، يعني كمان القرعه ما كانتش زي دلوقتي انك بيختار لك من كل قاره، لا انت بتلعب مع 3 فرق من اوروبا من يعني. اوروبا. انت بتلعب هولندا هولندا وانجلترا. بطله اوروبا 88، وبتلعب مع انجلترا، عمالقه انجلترا، وبتلعب مع ايرلندا، وكانت ايرلندا كمان مستوى رائع حتى على المستوى البدني. يعني محطه طبعا من اهم محطات حياتي، مم. يعني هي اللي بدأ بقى حته الاحتراف تيجي في كاس عالم، صح كده؟ العروض تعرفها ولا لما رجعت مصر والكلام ده؟ لا هحكي لك قصه بعد كاس العالم. احنا الناس كلها عارفه يعني من افضل فترات منتخب مصر عملنا مباريات عظيمه الحقيقه، خاصه امام هولندا. يا عيني. يعني بعد كل ماتش ده فلان جاله باريس سان جيرمان، ده مش عارف راح فين بعد كل ماتش يعني. أيوة. وبعدين الانديه بتتغير بعد كل ماتش. أيوة. مش كان باريس سان جيرمان بسرعة وبقى الميلان وبتاع. الكلام كتير جدا جدا في البطولات زي حتى لما كنا بنروح بطولات افريقيا كان كل ده يعني في كلام، لان في ايجنت كتير جدا وانديه بتتفرج. فالحقيقه التجربه جت بعد نهايه كاس العالم على طول. وممكن ناس كتير ما تعرفش، لكن قلتها كذا مره ان انا ما رحتش سويسرا، انا رحت جالي ترايل في ساوثهامبتون، اوكي، الدوري الانجليزي. فرحت طلعت من سويسرا على انجلترا، ما كانش ينفع ارجع مصر الاول، فطلعت على ساوثهامبتون، قعدت اسبوعين ترايل بعد كاس العالم على طول. يعني من ايطاليا على طول من ايطاليا على هناك، وقعدت اسبوعين 10 ايام بالظبط. وعملت ترايل مع فريق الشباب وعملت مباراة وبتاع، والامور كانت كويسة جدا والناس كانت مبسوطة. لكن المقابل المادي يمكن النادي الاهلي كان طالب، او كان المعروض يعني اقل كتير من اللي كان النادي الاهلي طالبه. فجي طبعا موضوع نيو شاتل عن طريق طبعا كامل ابو علي، كان في سويسرا وكان يعرف رئيس النادي، وقال لي احنا حضرنا مباراه هولندا وكان رئيس النادي موجود، رئيس نادي نيو شاتل هو رجل اعمال اصلا وكان مهتم بعض الاستثمارات في مصر عن طريق كامل ابو علي. فهو شاور عليا الحقيقه الراجل وقال له ده كويس قوي، اللاعب ده كويس وبروميسنج وصغير. فبدا العلاقه بقى خلاص، يعني جم اتكلموا مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان تقريبا طالب $1 مليون في الوقت ده، طبعا كان مبلغ كبير قوي يعني. فقالوا خلاص. كمان في نقطه الناس كتير مش عارفاها، ان قالوا له خلاص احنا هناخد هاني 6 شهور، هندفع $300,000، ولو ال6 شهور دول حسينا انه كويس احنا بنية البيع يعني. بنية البيع. فالحقيقه الحمد لله كمان من التوفيق ربنا، اول ما بدات هناك اول مباراه في الدوري جبت جون. فعدى بعد 3 شهور كامل ابو علي راح دافع المبلغ كله، قال له خلاص احنا عايزين هاني معانا، ما استناش يعني ال6 شهور. فدفع بقيه بدا دفع $700,000 للنادي الاهلي. $1 مليون. $1 مليون. وده كان اغلى رقم يعني كان طبعا سنه 90 كان رقم كبير. انت بتتكلم في اغسطس 90 بالظبط. بالظبط، رقم جبار يعني. فبدايه مرحله تانية، يعني كل بقى الشارع والحاره والاختبارات والناشئين وفريق اول، حياه تانية، حياه تانية، شارع يعني تاني. يعني شارع تاني، مفيش عابدين هناك. لا مفيش عابدين صح. صح. وبعدين رحت كمان هناك فرنساوي، مش عارف اقول عابدين بالفرنساوي ازاي يعني. عبدون. فرحله مختلفه خالص وتجربه الحقيقه، يعني تجربه الواحد برضو من الحاجات اللي اثرت في شخصيتي حتى بعد ما خلصت كارير لاعب الكوره يعني. طيب، عوامل النجاح بقى من خلال خبره كبيره جدا لهاني رمزي، هل هي لغه، هل هي ثقافه، هل هي استعداد، هل هي شخصيه؟ ايه عوامل النجاح؟ ليه هاني رمزي نجح النجاح المبهر ده؟ وقعدنا فتره طويله، سنين طويله جدا، عد بقى من غير ما نقول اسماء يعني، لحد في الاخر طبعا ظهر لنا مرموش، ظهر لنا قبليك طبعا نجمنا العالمي صلاح. من وجهة نظرك بقى ايه بقى
بص، الموضوع مش سهل. مش هقول لك مش سهل من ناحيه الفنيات. احنا دايما عندنا مشكله، ويمكن في ثقافه في مصر مش صح على جميع المستويات. يقول لك الاجنبي، لا تحس ان كلمه خبير اجنبي ان هو احسن منك. وعندنا الفكره ان انا لما رحت هناك وطالع بالفكره ديت ان انا رايح لناس احسن مني وافضل مني، مع ان انا لما رحت هناك تبدا تخش في السيستم وتخش في النظام، تلاقي ان الفروقات هم افضل في حاجات احنا ما كناش بنتعلمها هنا في مصر عشان هم كده افضل. ده مهم قوي اللي انت بتقوله ده. لا على فكره الفروقات مش كبيره يعني على جميع المجالات. المجالات. ممكن تتكلم، انا اسف ان هقطعك في دي، لا دي مهمه جدا. انت ممكن تتكلم مع واحد اجنبي تحس انه ابيض في الثقافه، ما فيش ثقافه خالص. يعني ممكن ما يبقاش عارف اصلا، ما يبقاش حدود بلده ايه. مظبوط. والله بجد الفكره ان انت لما بتقول لاي حد مصري انا جاي اي حاجه في اي مجال، يقول لك انا جايب واحد من المانيا هيمسك الشركه دي، انت الانطباع الاولاني ده حاجه جامده قوي بالظبط. في الاخر والناس الموظفين اللي شغالين لما يدخلوا على واحد الماني غير لما يدخلوا على واحد مصري. فدي ثقافه بالرغم ان وارد جدا ان يكون المصري ده افضل منه لو خد هذه الامكانيات اللي الراجل خدها، او مساحه الشغل او يعني الظروف الشخصيه اعلى من التاني ده طبعا. فانا لما رحت هناك الحقيقه في سويسرا، خلينا نتكلم الاول في سويسرا والمانيا، يعني ليها جزء تاني، فلقيت لا الفروقات مش كبيره. هم احسن علشان بيشتغلوا اكتر، فاحنا ما لازم نشتغل اكتر. هم عندهم ديسيبلين اكتر، فاحنا ما عندناش ده. الالتزام عندهم، هم مواعيدهم بالذات مواعيد ملتزمين. عندهم سيستم ممكن ما يكونش موجود عندنا. فانت مش قدرات المصري هي يعني البني ادم المصري هي لما بياخد قدرات بياخد اجواء تقدر تطلع منه حاجه. عندنا ناس كتيره جدا، وعندنا صلاح ومرموش، وحتى على مستوى الطب وعلى جميع المستويات وفر الاجواء ووفر الامكانيات، هتلاقي عندنا نوعيات كبيره جدا. وده الحقيقه اللي ساعدني ان انا اكمل في المانيا، لان الناس الاجانب لما بيحسوا ان انت اقل منه بيدوس عليك. صح. فلازم انت بتحسسه لا انا زيك واحسن منك. طب هتقول له ده ازاي؟ مش هتقول له بالبق، انت هتقول له بالتزامك، بقدراتك في الملعب، بامكانياتك. انك مهم جدا الحاجات اللي بقولها. هقول لك انت قلت ايه الاساسيات يا سيد، هي الشخصيه. نمرة واحد، لازم يكون عندك شخصيه قادره انك تعيش بره. في ناس كتيره جدا مش هتقدر تعيش بره لما ما بتقدرش تتاقلم، لان الاحتراف مش انت بتتمرن 5 ساعات في اليوم 4 ساعات في اليوم، لكن عندك بقيه اليوم كله انت عندك مجتمع، انت عايش في مجتمع. لو مش هتقدر تعيش في المجتمع ده، انك تتعلم اللغه بتاعته ده مهم جدا. خاصه انا في المانيا عانيت من ده شويه. مش هتقدر تعمل العنصر مهم جدا. اللغه مهمه جدا جدا, جدا. صح. انت بتتكلم دلوقتي المدربين الكبار لما بيروحوا يمسكوا انديه، يعني يورجن كلوب لما راح مسك اتعلم انجليزي، لازم يتعلم انجليزي. اي حد تاني بيتكلم، المدربين الطلياني اللي بيروح فرنسا لازم يتعلم. مدرب كبير واسماء كبيره لازم يتعلم اللغه. لغه الحوار ما بيني وبينك كلاعب او مدرب او مسؤول، لو مش بنفس اللغه انت تهت طبعا، انت تهت. فدي كانت من الاسباب ان في لعيبه مصريه خرجت ورجعت، انه مش عارف يعيش، مش عارف يلعب. وفي فرق انه فشل في الاحتراف لانه لعيب وحش، وفي فرق انه ما عندوش قدرته الشخصيه انه يتاقلم في المجتمع دوت، انه يتعلم لغه. لان احنا كتير جدا بعد ما اتعلمت لغه، لا احنا بعد التمرين خلاص يلا بنروح نتغدى مع بعض، المدرب يكلمني فهمه، رئيس النادي يكلمني فهمه، مسافات بتقرب جميل بتقرب. فانت لا كان في لعيبه عشان ما بتعرفش تتكلم لدرجه، واحنا مثلا بنتكلم فولد اي لاعب بيتكلم ويبص له يقول له الواد ده بيشتمني صح؟ يقول له يا عم ما بيشتمكش، ما جابش سيرتك بقى. عنده كمان احساس ان هم بيكلموا عليه يعني، فاهم؟ فانت تبدا لا والله كنت عارف انه نو كانت انت يعني بنتكلم وبعدين تيجي مثلا لا تعالى كنت عارف انه نو والله الواد ده بيشتمني اقول له لا ايش فهو يشتمه بالعربي. انا مش من شرم. انا مش من شرم. فلا اللغه مهمه جدا طبعا، جدا جدا جدا. طب عندي حاجه بقى مهمه قوي. قول لي. يعني في الغربه ممكن غربة، يعني غربة منطقة، غربة عيلة، غربة مكان كده، لكن غربة بلد ما بتبقاش سهلة في الأول خالص طبعا. حتى لو عندك دوافع وعندك طموح وعندك أهداف، عندك حاجات كتير وعايز تحققها. الشهر الأولاني والشهر التاني ده مع هاني رمزي في البداية رعب.
انا كنت بفكر انزل بعد 3 شهور. الفكره نفسها انك خارج لحته. انا طلعت كمان في الشتاء، فرايح سويسرا، بلد صغيره قوي اسمها نيو شاتل، درجه الحراره 12 تحت الصفر، فقاعد في بيت لوحدي، مش في المدينه، بره شويه، خلي بالك، ولا في تليفون، ما فيش موبايلات، ما فيش حاجه، ولا في تلفزيون، ولا عارف تتكلم لغه. يعني ساعات اول ما رحت مش عارف اتكلم لغه. في عربيه بس تجيلك الصبح تاخدك توديك التمرين وترجعك البيت، ساعتين 3 ساعات كانوا، نروح الساعه 9 الصبح نرجع بعدين الساعه قاعد 1. في البيت. بقول لك كمان رحت في 3 شهور انت البلد كلها بيضة، يعني تلج. علشان اكلم اهلي لازم امشي مثلا 10 دقايق في التلج دوت عشان اروح الكباين ديت، وان انا اللي في الشارع دي في الشارع ما فيش تليفون، ما فيش تلفزيون، فانت قاعد الحقيقه محاصر من الافكار على الاقل. انك الفتره دي تعدي كده، لدرجه ان انا فعلا 3 شهور قلت الموضوع صعب، لكن في نفس الوقت حسيت لا هكمل. يعني الفتره ديت فتره صعبه لكن هكمل. فهي عباره عن 3. طب ساعتها بقى من نفسك ولا كنت بتاخد رأي حد؟ بص انا طبعا كنت حاطط والدي واسرتي قدام عيني. يعني انا كنت عايز اعمل لهم حاجه يعني نطلع شويه مستوى اعلى شويه. وان انا والدي الحقيقه يعني اللي كنت بشوفه، والدي كان راجل طيب جدا. يعني كان شغال في النقل العام، كان بيصحى الساعه 3 الصبح عشان ينزل عشان يجي 3 بعد الظهر. انا شفت المعاناه ديت، ف كنت بفكر في ديت. كل ما افتكر اللي هترجع، لا مش هرجع، يعني لازم اعمل حاجه للناس اللي بتحبني، اعمل حاجه واضح ان لنفسي. انت كنت متاثر بيها، ده عينيك بدات تلمع يعني. لا يعني اصل الواحد برضو يعني انا لبقت عشان انا كمان الاحتراف خد يعني ابويا مات وانا ما شفتوش. يعني والدي تعب ومات، فرجعت. يعني انا وصلت المطار الساعه 4 الظهر، كان هو مات الساعه 10 الصبح. لدرجه وانا هم في المطار ما قالوليش انه مات، فخدوني على البيت. قلت لهم هو مش في المستشفى، قالوا لي لا. الموضوع صعب، يعني انك برضو تفقد حد كنت بتحبه من درجه ما تشوفوش. وهو كان اللي عرفته بعد كده كان هو بيعيا كتير. طب نبعت نجيب هاني، لا. المره الوحيده اللي طلب فيها هاني انه يجي اللي هو مات فيها يعني. فبقول لك الجزء دوت كنت يعني مر عليا الحقيقه. لكن بقى بدات اتعلم فرنساوي، جابوا لي مدرس. بدات اقول لهم لا انا مش عايز البيت ده، البيت شويه في حته بعيده شويه، خلوني شويه في البلد، علشان حتى لو عايز انزل اتمشى ولا حاجه يعني. فجابوا لي بيت تاني في اساسيات كده، حتى في التمرين لازم تتعمل. يعني اللعيبه هي اللي بتطلع مثلا تجيب الادوات، واحنا اللي بنشيل كل واحد مثلا ليه يوم. موجوده لحد دلوقتي؟ يعني انا على ايامي انا ليا يوم مثلا فلان ده انا مسؤول عن الكور، انا اللي باخد الكور بنزل بيها. لغايه حتى في المانيا انا كنت جه مره ميروسلاف كلوزا، طبعا هداف كاس العالم طبعا التاريخي، ما هو كان عم في كاس لاوتن، جه برضه صغير وكان بياخد الكور ويطلعها الملعب ويرصها والحاجات ديت يعني. ففي حاجات كده اتعلمتها، ديسيبلين والالتزام بشكل كبير جدا ساعدني بعد كده. ملهاش علاقه بالقيمه، ملهاش خالص، بالعكس دي تزودك. لا الاهلي ساعات واحنا في بره، بس في المعسكرات الخارجيه وخصوصا في افريقيا هات القمصان، هات الكور، هات يعني موضوع ملوش دعوه ان بتقلل منك. احنا برضو احنا عندنا الايجو ساعات بيعلى عندنا شويه يعني. طيب المحطات الكبيره بقى في هاني رمز كانت في المانيا متهيألي يعني اكتر كتير من سويسرا بقى. انا رحت سنه 94 يعني قعدت من 90 ل 94 في سويسرا، ومن 94 رحت فيردا بريمن. فلقيت لقيت رتم مختلف، قوه وسرعه مختلفه، اجواء مختلفه، ضغط جماهيري. كان في اصابه في الاخر كده. جالي رباط صليبي في 2003. و الحقيقه كنت في التوب فورم، يعني كنت في اعلى مستوياتي 2002 و2003، عامل موسمين رائعين. وتعورت في مباراه، جالي رباط صليبي. للاسف الرباط الصليبي اتعالج غلط، فالمده طولت شويه. فرحت كان في بقى ساعتها في 2006 كان بطولة افريقيا في مصر. صحيح. انا بدأت تاني ارجع شوية في 2005، يعني قعدت سنة ونص رباط صليبي. وبعدين مشيت من النادي. كان قدامي طريقين، يا
خلاص الموضوع منتهي، يا اما اكمل شويه عشان كان طموحاتي ان انا العب 2006. فروحت نادي درجه تانية اسمه ساربروكن، لعبت فيه لمده 6 شهور بس. ما كانش على امل ان انا اخش منتخب مصر، يعني ان انا كابتن حسن شحاته يعني يجيبني لقائمه المنتخب، لكن ده ما حصلش. وجي بقى الدكاتره قالوا لي خلاص يعني توليت، خلاص الموضوع خلص يعني. خدنا بقى القرار يعني. طيب دي قصه قفلنا الستار عليها. رحنا بقى الحته التدريبيه. موجود في كاس عالم 2009 للشباب، تجربه ما استمرتش كتير برضو، مش عارف ليه. بعدين مسؤوليه انديه منهم انبي دجله تقريبا كان موجود، وادي دجله انبي. بعدين بعد عن المشهد، مش عارف ايه السبب برضو. يعني هقوله لك سريعا كده. ماشي. وانا بتعالج وبدات الامور ما تبقاش كويسه. ده في 2005 بدات افكر هعمل ايه. انا حابب التدريب وانا بحب التدريب وبحب الملعب، فخدت اللايسنس وانا يعني اتعلمت هناك وخدت اللايسنس من المانيا. وبعدين جيت على النادي الاهلي شويه علشان اكمل يعني العب على الاقل سنه. ما حصلش نصيب، فقلت خلاص يعني هبدا اخش كاريري التدريب. فكلمني كابتن علاء عبد الصادق وقال لي احنا في انبي وجاي لنا مدرب الماني تصابل، وانت بتتكلم الماني وواخد انت عندك بعض الخبرات، عندك دراسات خدتها، فتعالى اشتغل معاه شويه. اشتغلت في انبي شويه مساعد تصابل بالظبط. قعدت معاه شويه، بعدين كابتن انور سلامه شويه، وبعدين زي ما انت قلت في 2009 منتخب. وبعد كده المنتخب خرجنا من الدور الثاني، وبعدين بعد المنتخب ده مسكت منتخب اولمبي. الحقيقه كانت تجربه بالنسبه لي مهمه جدا جدا. واحنا برضو من الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش ان احنا يعني ما كناش قبليها، ما وصلناش اولمبياد. اعتقد من برشلونه 92 ما كانش منتخب مصر بيروح اولمبياد. وبعدين التصفيات كانت في 2011 ثوره، فما كانش فيه دوري، مفيش استعدادات ومفيش اتحاد كوره. فقدرت الحمد لله مع كل الظروف ديت. وخلي بالك التصفيات النهائيه اللي بتوصل الاولمبياد كانت المفروض هتتعمل في مصر، اللي هي اتعملت في المغرب. نتيجه الظروف الامنيه نقلوها المغرب، فروحنا المغرب الحمد لله خدنا المركز الثالث ووصلنا للاولمبياد. عملنا شكل الحقيقه رائع كمان في الاولمبياد، خاصه امام البرازيل، ويمكن 3-2 وكان كلهم النجوم الموجوده يعني. كان نيمار انت كان معاك من كان معايا ابو تريكه متعب واحمد فتحي بالظبط. مظبوط. دول الثلاثه. صلاح بقى كان لسه بداياته جاب جول في البرازيل صلاح. بالظبط. ابو تريكه صلاح وتريكه. فالحقيقه عملنا شغل كويس. بس هتقول لي بعد كده بعد كده بقى رجعت على وادي دجله. خرجنا من اليابان تقريبا، خرجنا من اليابان في دور الثمانية. مظبوط. بكل اللي انت شفته وعصرته وجربته وعشته، تمام. مش سهل ابدا ان انا حتى لو في تجربه ما اكتملتش، مش عايز اقول انها ما نجحتش، لكن ما اكتملتش. لان طالما انا في كارير، التجربه لسه ما خلصتش خالص. ده حقيقي. تمام. يعني انا بلعب فاوائل في 19 كان عندي مشكله او عندي ازمات او عندي عدم اقتناع من المدير الفني اللي ماسكني. ده معناه ان التجربه اكتملت ابدا. انت لسه في الموضوعات بدري جدا. يعني ليه 5 سنين يعني ما لقيتش هاني رمزي بالخبرات اللي عنده، بالمقاومات اللي عنده، بالفكر اللي عنده، بالعلم اللي عنده. تمام. حتى لو كانت بداياته مش احسن حاجه، يعني حتى لو البدايات دي وضع طبيعي عادي جدا، واكون خدت من دي خبره، رغم ان انا كنت عندي خبرات كبيره وانا لاعب، لكن كان مدرب الامر مختلف. طبعا. ممكن اكون استعجلت في حاجه زي كده. طبعا. ممكن اكون مش مقتنع باللي معايا قوي، فممكن يبقى بالنسبه لي الكلام ما كانش احسن حاجه. ابقى عارف واجبات مركزي كويس او البوزيشن اللي انا فيه كويس. كل دي خبرات. مظبوط. لكن ابعد بالكليه كده، انا شايف ان ده قبل ما الوم اي حد هلومك انت. انا متفق معاك. لان انا كان لو بتقول هاني رمزي نفسه طويل في الاحتراف 15-16 سنه، هاني رمزي في التدريب نفسه قصير شويه في الجزئيه دي.
كان لازم احارب اكتر شويه، لان كنت بحاول للاسف تعمل الصح في وقت الناس مش عايزه تساعدك فيه، او انت شايف الناس دي بتشتغل كده ازاي، او بيعطلك مع عدم وجودي كمان في السوشيال ميديا، ومفيش سبورت ليا، لان في ناس بتشتغل الحقيقه وعندها سبورت من السوشيال ميديا، فده بيتزقه شويه، لكن انا ما عنديش السبورت دوت، مع قليل في الظهور، فكل دوت يعني انا ما بعفيش نفسي يعني من الخطأ، لكن ده جزء كبير خطأ مني ان انا ما حاربتش اكتر شويه في الحته ديت يعني. في بدايه لعبي في المنتخب درس اتعلمته منك، درس كان بسيط قوي بالنسبه لك لكن كان مهم جدا بالنسبه لي. ايه هاني رمزي، احنا بالاسم الكبير ده واحنا لسه ناشئين طالعين في بننضم كده، بنحسس بالقلم الرصاص، فلقينا واحد بيجمعنا كده قبل المباراه كان المعتاد في العالم كله، لكن اللي بيقوله هاني رمزي كان حوالي 6-7 كلمات، لكن خلاصة حاجات كتير قوي. لازم نسمع بعض، لازم نتكلم كتير، لازم في الملعب يبقى ودنا سمع بعضه كويس قوي، واللي شايف يكلم اللي مش شايف، بمعنى ان الليبرو لو كنا بنلعب بليبرو هو اكتر واحد شايف، قبليه حارس المرمى رقم 6 في مفهوم الكرة في الوقت الحالي، يعني هو اكتر واحد شايف، فنكلم بعض. يعني ملهاش علاقة بسن بقى هنا، هي لها علاقة بمصلحة. هو يعني كان ممكن واحد يقول لك ايه، اسمعوا كلامي، اللي اقوله لك امشي تمشيه، اللي تسمع الكلام ما تقاوحش، ده واحد مجرد من الانا، ده بيتكلم على مصلحة فرقة. الدايرة بتاعت الملعب دي بتبقى أقوى جدا جدا من حتى بعض الكلام الفني اللي بيقوله المدير الفني. السيركل اللي بيتعمل دوت الحقيقة لو في فعلا الكوميونيكيشن ده موجود حتى على المستوى المعنوي، هتوصل رسائل كتيرة جدا جدا لبعض في الملعب. يعني ده مهم جدا. وزي ما بقول لك الكورة بقت مختلفة كمان دلوقتي، الريتم سريع جدا والضغوط كبيره قوي قوي على اللعيبه، عدد مباريات كتيره قوي، فانك تلحق تعمل كل دوت، الموضوع ما بقاش سهل يعني الحقيقه يعني. طيب هاني رمزي بقى زوج مثالي كده جدا والله، بجد والله. والله مفيش مشاكل ولا كده؟ خلاص، ما هو كل بقى الشقاوه بتاع زمان صح كله بقى مصاريف على الفاضي. خلينا ساكتين كده. ايوه بالظبط. لا يعني متعاون جدا في البيت، بساعد في البيت كويس يعني. بحب اعدل البيت خلاص يعني. بيتوتي. بيتوتي. طب سؤال بقى شخصي بقى، قول لي الفرق بين انت ليك تجربه ايطاليه وتجربه مصريه. ايوه وانا عارف قل ولا تخف. ايه قل ولا تخف لا تخشى. انا هقول اصل مرات المصريه اللي هتبقى يعني هتتفرج لا تخشى شيء. لا طبعا المصريه افضل يعني روح في روح يعني في ايموشن اكتر، وفي تفهمك اكتر، اللغه هتبقى مناسبه بالنسبه لك، بالرغم ان حتى مامة فابيو يعني الحقيقه احنا ما كانش في خلافات، يمكن بس اختلاف في وجهات النظر، فلغايه دلوقتي على علاقه بنتكلم، ويعني ما فيش اي مشاكل خالص. لكن انا شايف طبعا بنت البلد افضل يعني. ربنا يخليها لك حبيبي بس كابتن هاني، كنت منورني. ربنا يخليك يا سيدي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب جدا باللقاء ده حبيبي. يعني احنا ما تقابلناش على الهوا تقريبا كتير خالص. صحيح. تقالي دي اول مره. مظبوط كده هو مش هوا، هو بودكاست يعني قاعدين مع بعض بنحكي يعني بنحكي وهنا مناقشه عاديه، طرح افكار، مناقشه مواضيع. وبشوف ان اهم حاجه في لعيب الكوره من الحاجات اللي انت عديتها وتناولناها مع بعض الشخصيه طبعا، طريقه التفكير، الدماغ، الاستعداد. يمكن والله ساعات بتبقى اكتر بكتير من الموهبه. لا ده مش ساعات. انا تاني باكد ان في ناس عندها موهبه كبيره جدا قد تفوق هاني رمزي وتفوق ناس كتير احترفت، ولكن الحاجات التانية هي اللي بتعطلهم. شخصيه مش قادر، اللغه مش قادر، زهق شويه فكل الحاجات اللي بره ديت. كمان اللي بيشتغل على نفسه، صلاح كان معايا في اولمبياد 2012 محمد صلاح طبعا غير 2025 محمد صلاح طبعا. مستوى البدني ومستوى الثقافه. محمد صلاح كان بينزل يا دوبك يقعد 2-3 على الاكل ويمشي. قلت له محمد صلاح اتكلم مع الناس. دلوقتي محمد صلاح بيقابل امير انجلترا وبيقعد وبيتكلم قدام رؤساء العالم. فرق الشخصيه دوت يعني. شغل على نفسه، اشتغل على نفسه وعمل كارير، ربنا يكرمه يا رب دايما يعني. اتمنى لك التوفيق يا ابو كباتن. حبيبي وسيد، شكرا وكنت سعيد جدا معاك. كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. يومنا خلص النهارده في بودكاست القلعه الحمراء، نتقابل بكره على خير ان شاء الله.